مين فينا ما شافش المنظر ده في اللوميون بعد ما دخل الموديل بتاعه وقعد يتفرج عليه وهو بيرعش بالمنظر ده؟ الموضوع ده بقى بيحصل ليه اصلا؟ الموضوع ده بيحصل لما يبقى عندنا كتلتين الاثنين تقريبا واخدين نفس الليفل وفي نفس المكان بالظبط، فبرنامج اللومي ما بيبقاش عارف انت عايز تظهر الكتله دي ولا عايز تظهر الكتله دي. زي مثلا عندنا في الحاله اللي قدامنا دلوقتي دي ان احنا عندنا تو فلورز الاثنين واخدين نفس الليفل بالظبط والاثنين تقريبا بيوفرلابوا مع بعض، فدلوقتي زي ما احنا قلنا البرنامج مش عارف انت عايز تظهر الفلور ده ولا عايز تظهر الفلور ده. في بقى نوعين من البشر، واحد هيريح دماغه ويقول لك ما يرعش عامله براحته ايه المشكله يعني، وفي جزء تاني عنده وي سي دي هيقول لك لا انا لازم احلها. هيحلها ازاي؟ هيفتح برنامج الموديلنج ويقعد يفصل الاثنين على بعض. طبعا دي بروسيس هتاخد وقت كتير جدا ومجهود كتير جدا. تعالى في 10 ثواني بالظبط اقول لك ازاي نحل مشكله زي دي. اول حاجه هفتح برنامج اللوميون وهروح عند المنطقه اللي فيها الفليكرنج ده وهسلكت ماتيريال من اللي بيحصل ما بينهم فليكرنج، وهروح لحاجه اسمها السيتنجز، ومن السيتنجز دي هختار حاجه اسمها فليكر ريدكشن. لو انا عايز الماتيريال دي هي اللي تظهر وتبقى الثانيه هي اللي تختفي هقلل الفليكر ريدكشن ده على الاخر. لو عايز العكس هزود